لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. من الأمور الفارقة بين المؤمن المخلص عن غيره من المنافقين والمترددين والشاكين هو الثبات على الحق وعدم ممالاة الظالم أو الركون إليه. يرى أهل التفسير أن المراد بالركون هو السكون إلى الشيء والذي منه الرضا بما عليه الظلم من ظلم واضطهاد، وربما يراد منه مداهنة الظالمين فلا يذكرون عليهم ظلمهم قولا ولا فعلا. وقال بعضهم الركون المنهي عنه في هذه الآية هو بمعنى الميل اليسير. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، الميل اليسير، مرة تحبه بعاطفة تتلقاه سلام عليكم مثلا، يعني جاملة تضحك بوجهه، هو معنى الميل اليسير. وعاقبة الركون إلى الظالمين لاحظوا هو النار، فتمسكوا النار. زين، إذا صار الفرد من الظالمين شلون مرة؟ إذا صار شريكا لهم شلون؟ إذا صار راضيا عنهم إنه كيف يكون حاله؟ توقع النتيجة التي تنتظر هؤلاء كما ورد الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. صفوان الجمال يقول دخلت على أبي الحسن الأول الإمام الكاظم سلام الله عليه فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قلت جعلت فداك أي شيء؟ فقال إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون. قلت والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو ولكني أكريه لهذا الطريق لطريق مكة، يعني أنا تاجر على متحصل رزقي، أنا ما نشعر بالظالم ولا أتولاه بنفسي ولكن أقصد معه غلماني. فقال لي محل الشاهد يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ هذا تعبك يستفادون من الولاء؟ قال لي يستفادون. قلت نعم جعلت فداك. فقال لي أتحب بقاءهم حتى يخرج كرائك؟ تنتظر راس الشهر على $100 في جيبك؟ قلت نعم. قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم. من كان منهم تكملة الرواية كان ورد النار. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها. والله خلينا نشوف اليوم اللي يدعون الانتخابات ويكون الإصلاح، وخاصة الذين يتكلمون باسم التيار الصدري بعد دعوة السيد القائد يعيفون الدنيا. والله خلينا نشوف أيها الأحبة إن الركون إلى الظالمين فيه مفاسد كثيرة غير خافية على أصحاب القيم والمبادئ، لأنها تؤدي إلى انقلاب المفاهيم بحيث يصبح القبيح جميلا والجميل قبيحا. أيها الأحبة إن الانتخابات بوجود حكومة بني العباس هو أكثر من هذا النصب بعد. سبحان الله، واحد يجاملهم ويدخل لهم. إن وجود حكومة بني العباس هو ركون للظالمين بمعنى الكلمة، ولا يمكن لمؤمن مخلص الدخول معهم. والله ليش الإمام الحسين سلام الله عليه قال ومثلي لا يبايع مثله؟ ليش؟ لأن يزيد كان يشرب الخمر، كان يزني، كان يسرق، كان يكذب، كان يفعل المنكرات، صحيح ولا لا؟ هؤلاء يفعلوا أكثر مما فعل يزيد. الإنسان يخير نفسه اليوم بين الجنة والنار. على كل حال لا أريد أن أطيل عليكم الوقت محدود. أيها الأحبة إن الحوزة الناطقة لا تعارض أصل العملية الديمقراطية كحق تعبير عن توجهات الآخرين، وإنما تعارضها لأنها خرجت عن أهدافها ومبادئها وصارت عملية للقتل الممنهج والسرقة والفساد وتضييع الحقوق وبيع البلد. ولذلك كان دخول أبناء الحوزة الناطقة العملية الانتخابية في أيام سابقة في محاولة لإصلاح الوضع القائم والقضاء على
الفساد، ولكن القلوب قست وعميت عن سماع صوت الحق، صوت القائد المصلح. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وبعد إصرارهم وعذرهم وغدرهم وتخاذلهم، وطالما لا مجال للإصلاح حاليا، فالمقاطعة واجبة. أنقل لكم هذه الرواية وأختم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل معهم أو يقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. وأنتم أبناء الحوزة الناطقة إن شاء الله على قدر المسؤولية، والسيد القائد مقتدى الصدر يتماهى بوحدتكم وطاعتكم وإخلاصكم ومشاركتكم للفاسدين تحزنه، ومقاطعتكم للانتخابات تسره، فاختاروا لأنفسكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.